اسمه عاد انتم سلكولي على اي شيء يعني اقول اضحك لاني قبل شوي في السناب اللي قبل ذي قلت سالفه سامجه ما تنقال بيني وبين نفسي حطيت عليها ضحكه يعني شوفوني تراني خفيف دم. هلا لا تجلوا من الحمقى المشاهير. الله يدبر الصالح. اسمعوا شو اسمه شفتوا اللي السناب اللي قبل ذي اللي عليها سحب 1,000,000 ارسلوها بالسهم خلوا الناس تصدق على اننا اغنياء وبسوي سحب وبفوز واحد منكم بس مو باني افوز الصدق ب1,000,000 لا كذا يعني عشان نضحك على الناس بعدين الناس تضحك علينا لا اقصد ان نضحك على الناس ويجينا متابعين فهم بالله بالسهم واضح ان المشاهدات نازله. لا صدق سحب والله العظيم اني لا اسحب عليكم سحب على 1,000,000 كل اللي عليك ترسل السناب لكل الموظفين عندك وتصور لي وانا اوعدك وعد واقسم بالله اني لا اسحب. شكرا لك. حب ابو خاري تسلم يدينك عزوز. حب ابو خاري ابو معيض نبغى من يلوم المولع. اسلم من يلوم الدموع طيب اللي على الخد طاحت ما يعرف اي حاجه عن شعور القهر. يا سلام. الباقي ان شاء الله يسمعون اليوم في تدشين الشيل. اليوم تدشين الشيله باذن الواحد باذن الله. شيله سحابه الصيف اليوم ان شاء الله. سحابه الصيف اليوم ان شاء الله شيلتها ابو معيض يتم تدشينها وباذن الله انها عمل جبار. انا من عندي والله انها عمل جبار. الله يرحم والديك. هذا الحبيب الله حياه. الله يفيك. طيب ويا مسهل. شلون المعنويات وجاهز للحفل الختام يوم الخميس؟ جاهز اكيد كيف ماني جاهز. الله يوفقنا وياك. بارك التوفيق. انا والله اني مريت من عند المقهى وهديت لاني حسيت انك موجود فيه. يبقى الله يوفقنا وياك. الحب بيض الله وجهك بيض الله وجهك بياض النقاب من السحاب. يومين عنك صراحه كنا سنتين صراحه. الله يبارك فيك ابو مبروك وبيض الله وجهك وبارك التوفيق ان شاء الله. المنشد احمد بن سالم يلا حيه. المنشد اللي ودي انك تحتفظ بصوتك في المقهى ما عندي فيها اسمع ما عندي فيها اسمع شيلات خلاص. فيها في ايوه غن اما شيلات فكني منها. والله كان كل صار يوم جديد. الله يسلمك ويعافيك. اتذكر نسختنا الله يرحمه ويجعلها في الجنه. الله يعفو عنا عنهم ان شاء الله. مصروفين والله يا ابو لاحقهم صلف وجيهم نكبه حتى تسبوا علينا احنا حسبي الله عليهم. ما تقول له خير. ايه صدقني احنا ماجورين على هذا الشيء. لا الامور بزينه الامور بزينه وانتم ماجورين. الامور بزينه ان شاء الله. الله يدبر الصالح ان شاء الله. متعب يلا حيه شو العلوم طيبين. يلا حيه. كيف الامور الحين كيف الاجواء؟ والمساسين والحمد لله. وزين انك مجلت ليوم الخميس. لا ان شاء الله. نروح صباح اهالينا ونسلم عليهم. لا تروح بعيد يوم الخميس الوعد ان شاء الله. ان شاء الله. فالك التوفيق. مدرسه هنيه ولا نروح صباح؟ فالك التوفيق انا 100 ان شاء الله. تدري ان في حاجه تندمنا عليها الان وش؟ ان ما دخلنا اخوك بدالك في القناه. لا هو وجههم مقبول وجههم بشوش. شوف ايش عيون عسليه ايش كريم. شغل اسمع اقول بسم الله عليك ما احلاك. النسخه الجايه عطني ارسل لي مقطع فيديو دقيقتين. شوف كيف الواسطه اللي صار. اهم شيء دقيقتين. اسمع الدنيا علاقات يا اخوي. لا والله ونعم هذا اخو نشمي والله ونعم. ياسر مرحبا. شو علومك طيب؟ سمعتك تناقش في موضوع ودي اسالك اياه. اسلم. اللي هو وش الافضل انك تصنع المحتوى
قبل لا تبدا التصوير، ولا انك تفتح الجوال ويجي من الله حيا الله؟ والله في بعض الأحيان يجي المحتوى عفوي حلو، وبعض الأحيان لا والله انك ترتب المحتوى عشان يطلع هادف المشاهد يطلع بصورة حلوة صراحة. لكن العالم ما بكل حياته كلها واقعية، لا نكذب على بعض، حتى في التصوير بالواقع بعض الأشياء لازم تتزبطها لأجل انك تطلع بصورة جميلة بصورة جيدة. هذا اللي كنت أتكلم فيه مع العيال، يعني المحتوى ما هو ترفع الشاشة وتتكلم كيف الحال طيب، خلاص الناس انزعجوا من هذا الشيء. المحتوى يبغى الناس يضحكون يستانسون، حتى يتابعون السنابات يقول هذا صدق عنده محتوى مليء ما شاء الله بالافكار السوالف مع ناس ما شاء الله تضحك. بعضهم يسوي المحتوى بنفسه يعني ما معاه احد يساعد، وعنده ما شاء الله مشاهدات من الملايين تعرفونهم يعني. لكن التوفيق على الله، اسال الله يوفق اخويانا الجميع وفانا بالتوفيق وكل الشباب منجمين، لكن عاد النجوميه الحقيقيه بعد البرنامج. وسلامتك. سلمت، بيض الله وجهك، وجهت نظرتك طيبه وانت فالك التوفيق يعني. بن سالم ارحب مليون. الله يبقيك يا مرحبا. السؤال اللي سالته ياسر بسالك اياه، وش الافضل صناعه المحتوى او التصوير اللي يجي من الله حياه الله؟ لا اله الا الله. والله اول شيء المحتوى هو توفيق من الله، لا تقول لي ولا اقول، هو اساس كل شيء في المحتوى. مو مال، معك مال قدرت تسافر، قدرت تروح، قدرت تبني لك اشياء واجد. وثاني شيء هو قبول. كل واحد يقول الله يجعلني من المقبولين عند الله عند خلقه. انت لا انقبلت وانت تسوي محتوى وعفويتك بيقبلونك ناس واجد، بتطلع صور بيذيبونك حتى اللي ما يعرف. وثالث شيء المحتوى يعطي عمر السلامه، انك تبنيه قبل ما تصور، ترتب لك جدول شيء. اما انا على الله بعضهم يتوفق في شيء تصوره على الله، بعضهم يتوفق فيه وبعضهم لا والله لازم يرتب. انا سمعت بشركات انها ترتب محتواك، ما ادري كيف اجيبها، هي لها خطه افكار، بس نسال الله التوفيق. هذا اللي بقوله، احنا مقبلين على شيء حياه جديده، والله اللي خلق الحين له خطه في هذا الشيء، بس نسال الله التوفيق والله يدلنا ولا يضلنا. اقول انت محتواك طيب واثبت وجودك وفالك